في سؤال دايما بيزن في دماغنا، ليه بنحب حاجات معينة؟ يعني إيه سر الجاذبية دي؟ هل في وصفة سحرية للنجاح أو للانتشار؟ سؤال مهم فعلا. النهاردة هنحاول نفهم أكتر من خلال محاضرة لديريك تومسون بتتكلم عن التناقض الغريب جوانا. تناقض إيه بالظبط؟ حبنا لأي حاجة جديدة وفي نفس الوقت خوفنا منها. يعني حب الفضول والخوف من المجهول ماشيين جنب بعض. وده بيفكرني بفكرة تأثير التعرض المحض، اللي هو كل ما بنشوف حاجة أكتر بنبتدي نحبها من غير ما نحس. تمام. عشان كده غالبا بنحب شكلنا في المراية أكتر من صورنا، متعودين عليه. وده ممكن يكون ليه أصل تطوري كمان. أكيد، فكرة إن الحاجة المألوفة تبقى آمنة والمجهول خطر، زمان ده كان مهم عشان نعيش. بالظبط. بس ده بقى بيعمل مشكلة للمبدعين، للمصممين، لأي حد بيقدم حاجة جديدة. إزاي يعني؟ يعني إزاي يعمل التوازن ده؟ إزاي يقدم الجديد اللي يشد الناس بس من غير ما يخوفهم أو يخليهم يهربوا منه؟ معضلة حقيقية، بس في حد حاول يحلها، صح؟ مصمم مشهور كده. أيوة، الفرنسي ريموند لوي. ده واحد من أهم مصممي القرن العشرين. شغله حرفياً غير شكل حاجات كتير بنستعملها. زي إيه مثلا؟ يعني بصي، عندك عربية ستوديبيكر بتاعت 1953 شكلها كان أيقوني. قطار بنسلفانيا المشهور جي جي 1. أتوبيسات جري هاوند. لوجوهات شركات زي إكسون والبريد الأمريكي. ده حتى شارك في تصميم طيارة الرئاسة الأمريكية إير فورس 1. ياه، ده تاريخ لوحده. طب إيه كانت فلسفته بقى؟ إيه المعادلة بتاعته؟ لوي سماها مايا، MYA، ودي اختصار ل Most Advanced Yet Acceptable. الأكثر تطوراً لكنه مقبول. تمام. هو شاف إن أذواقنا كده ممزقة بين حاجتين عكس بعض: حب الاستكشاف والجديد اللي بنسميه نيوفيليا. والخوف من الجديد قوي أو الغريب قوي، نيوفوبيا. بالظبط كده، نيوفوبيا. فالمعادلة بتاعته بتقول لو عايز تبيع حاجة الناس متعودة عليها، لازم تفاجئهم بيها شوية، تخليها تبان مختلفة. ولو العكس، لو عايز تبيع حاجة جديدة وغريبة، لازم تلبسها شكل مألوف عشان الناس تتقبلها وما تخافش منها. يعني عشان تبيع المفاجئ خليه يبان مألوف. يعني السر كله في الجرعة، لا صدمة زيادة ولا ملل زيادة. مظبوط. والمبدأ ده لما تدوري عليه تلاقيه بيتطبق في أماكن مش متوقعة خالص. زي مثلا؟ شوفي مثلا سبوتيفاي وقائمة ديسكفر ويكلي. في الأول خالص حاولوا يخلوها كلها أغاني جديدة تماما المستمع عمره ما سمع عنها. بس التجربة دي ما نجحتش قوي. لا، ما جابتش نتيجة كويسة. التفاعل زاد جدا لما بالصدفة كده بسبب خطأ تقني دخل في القائمة دي أغاني وفنانين المستمع أصلا بيعرفهم وبيعبهم. يعني احتاجوا يخلطوا المفاجئ بالمألوف عشان الناس تتقبل. بالظبط. احتاجوا للمألوف ده عشان يطمنوا الناس ويشجعوهم يسمعوا الجديد. والغريبة بقى إن نفس الفكرة بتنطبق حتى في البحث العلمي. البحث العلمي؟ ازاي ده بعيد قوي عن الأغاني؟ مش بعيد ولا حاجة. في دراسة حللت الأبحاث اللي بتاخد تمويل كبير. لقوا إيه بقى؟ ايه؟ إن الأبحاث اللي بتنجح وبتاخد تمويل مش هي بالضرورة الأبحاث الثورية الجديدة تماماً، ولا هي الأبحاث التقليدية المكررة. أمال ايه؟ الأبحاث اللي بتعمل التوازن ده، اللي بتقدم فكرة جديدة أو منهج جديد بس بتبنيه على أساس نظري أو إطار عمل معروف ومألوف في المجال ده. الباحثين سموها المألوفة بشكل الأمثل. نفس فكرة مايا. سبحان الله، نفس المنطق. وده يخليني أفكر بقى في الموضة والأسماء. يعني ليه الجينز يبقى واسع وبعدين يضيق قوي وبعدين يرجع تاني؟ وليه أسماء زي محمد وأحمد دايما موجودة وأسماء تانية تطلع موضة فترة وتختفي؟ غالبا نفس المبدأ شغال. الموضة والأسماء ليهم دورات كده. الأهالي غالبا لما بيجوا يختاروا اسم بيبقوا عايزين حاجة تبان مميزة، يعني فيها حتة جديدة بس في نفس الوقت مش شاذة أو غريبة لدرجة تخض. عايزين مفاجأة مألوفة. زي الأمثلة اللي كانت في المحاضرة عن أسماء البنات للأمريكيين من أصل أفريقي بعد الستينات، اللي بتبدأ بلا أو ليه. تمام. زي لاتونيا ولاتاشا. الصوت نفسه أو المقطع الأول بقى مألوف، فبقى ممكن تخلق منه أسماء جديدة تبان مميزة بس مقبولة في نفس الوقت. طيب، بما إن مبدأ مايا ده فعال في كل الحتت دي، من أول الموسيقى والعلم لحد الأسماء، هل ممكن نستفيد منه في حتة أصعب شوية، زي إقناع الناس بوجهات نظر مختلفة، خصوصاً في السياسة وكده؟ سؤال مهم جدا. وهنا بندخل في حتة اسمها نظرية الأسس الأخلاقية. المشكلة إننا كتير لما بنحاول نقنع حد مختلف معانا
بنبدأ بين القيم والمبادئ بتاعتنا إحنا. وده غالبا ما بيجيبش نتيجة، صح؟ بيعمل صدام. بالظبط، بيقابل بالرفض على طول. البديل بقى من وجهة نظر مايا إنك تبدأي من أرض مشتركة. يعني إزاي؟ يعني تدوري على القيم والمبادئ اللي الشخص التاني ده فعلا مؤمن بيها وبيعتبرها مألوفة ومهمة بالنسبة له، وتستخدميها كنقطة بداية عشان تقدمي فكرتك الجديدة أو المختلفة. يعني لو بكلم حد محافظ أبدأ معاه من كلام عن الوطنية والأسرة والحاجات اللي هو بيقدرها. ممكن جدا تبدأي من المبادئ دي اللي هي مألوفة عنده، وبعدين تربطيها بالفكرة بتاعتك اللي تعتبر مفاجأة بالنسبة له، كأنك بتقدمي الفكرة الجديدة دي متغطية بغلاف مألوف ومقبول عنده. فهمت. بتعملي جسر من المألوف للمفاجئ. وفي مثال حلو قوي لريموند لوي نفسه بيربط الدنيا دي كلها. تقصدي تصميماته لناسا للمركبة الفضائية؟ بالظبط. آخر مشاريعه الكبيرة كانت تصميم البيئة جوه مركبة الفضاء سكاي لاب، يعني قمة التكنولوجيا والجديد والغريب. أهم إضافة عملها لوي وأصر عليها جامد كانت إيه؟ الشباك. عمل فتحة زجاج كبيرة يقدر رواد الفضاء يبصوا منها. أيوة، الشباك ده هو خلاصة فكرة مايا كلها. فعلا هو الرمز جميل جدا. نافذة على المجهول، على الفضاء، على المستقبل، على كل ما هو جديد ومبهر. وفي نفس الوقت النافذة دي بتوريهم إيه؟ بتوريهم الأرض، الوطن، البيت، الكوكب المألوف اللي جايين منه. التوازن المثالي بين الصدمة والراحة، المفاجئ والمألوف. يبقى خلاصة كلامنا النهاردة إن مفتاح النجاح والقبول والانتشار في حاجات كتير قوي، هو إننا نلاقي النقطة الحلوة دي، التوازن بين الجديد اللي بيشدنا والمألوف اللي بيطمنا. تمام كده، لا جديد لدرجة الخوف ولا مألوف لدرجة الملل. طيب ده يخلينا نفكر في سؤال أخير يمكن يكون أعمق شوية. لو الألفة والتعود ليهم الدور الكبير ده في تشكيل أذواقنا وتقبلنا للأفكار وللناس، ده معناه إيه بالنسبة لعلاقاتنا ببعض في مجتمعات متنوعة ومليان اختلافات؟ سؤال في الصميم بصراحة. في فكرة في علم النفس التنموي اسمها الفترات الحساسة، بتقول إن أذواقنا الأساسية بتتكون بدرجة كبيرة جدا وإحنا صغيرين، وبعد كده بيبقى صعب قوي تتغير بشكل جذري. طب وده يودينا لفين؟ ممكن يخلينا نفكر بدل ما نصرف مجهود كبير قوي عشان نحاول نغير قناعات الناس الكبار تجاه الاختلاف والتنوع، يمكن الأهم إننا نركز على البداية. البداية إزاي؟ يعني نركز على بناء بيئات ومجتمعات متنوعة فعلا من الأول، مدارس متنوعة، أحياء متنوعة، بحيث إن فكرة الاختلاف نفسها هي اللي تبقى مألوفة وطبيعية للأجيال الجديدة وهي بتكبر. يعني بدل ما الاختلاف يبقى هو الشيء المفاجئ اللي بنحاول نقنع الناس بيه بالعافية، بعدين نخليه هو الوضع الطبيعي، الوضع المألوف من البداية خالص. ممكن دي تكون استراتيجية أعمق وأنجح على المدى الطويل، إننا نشكل الأذواق من المهد عشان تتقبل التنوع كجزء طبيعي من الدنيا. مجرد فكرة كده للتأمل.